بغيتي تبيضي السنينات، رائحه الفم عندك يعني دارت لك حاله كريهه، جيبي غير ورقه النعناع وغادا توجدي واحد المكونات وواحد الخليط اللي غيغنيك على الطبيب ديال الاسنان. غير نسي الطبيب ديال الاسنان وكنعتذر لانه هاد الوصفه هذه روعه، حيت كاينين الناس ماشي كلشي يقدر يمشي على الطبيب ديال الاسنان ويقدر يعني يدير تبييض الاسنان ديالو او رائحه الفم اللي كتكون. المهم هذه وصفه متوفره وموجوده عندكم في الدار البنات. هاد الطريقه هذه سهله، وهذا المكون هذا راه ما كاينش شي دار كنظن ما عندوش النعناع. النعناع يعني شي حاجه اللي هي متوفره حنا في ايطاليا، واخا يعني ماشي شي نعناع. المهم كنديباني وصافي. المهم نبداو في الطريقه. انا غادا ندقو هنايا، غناخذ الورقات ندقوهم في هذا المهراز. تقدوا طحنوهم البنات ماشي مشكل، يعني تاخذوا وطحنوه ماشي مشكل. انا عندي هذا المهراز هذا كنستعملو ملي كنبغي يعني ندق هاد الورقات هادو، او لا يعني كنبغي ندق الربيع ولا شي حاجه كيعجبني نستعمل انا هادشي بحال هكا صراحه. راه قلت لكم اختكم راها تقليديه. المهم عندنا الغرض غير بالوراق صافي، يعني ما تحطوش حتى الجذوره، غير الوراق صافي بحال هكا. وغادا ناخذ يعني الدقاقه ديالو وغادا ندق فيه بحال هكا. ها هو البنات دقيتو مزيان مزيان. شوفوا كيفاش خرج، شفتوا؟ شوفوا كيفاش سهله، يعني ما خداتش مني حتى ثواني ودق. شفتوا كيفاش رجع؟ تبعوا معايا الطريقه. غناخذوا اناء واحد اخر اللي غنحضروا فيه باقي المكونات. غنخوي هذه الكميه اللي انا غنستعملها غير مره واحده. غناخذ هذه الكميه هذه بحال هكا ديال النعناع كيف ما كتشوفوا صافي. وغنضيف عليها واحد تقريبا واحد ملعقه صغيره بحال هكا ديال زيت الزيتون، اولا كان عندكم يعني زيت جوز الهند ديروه حتى هويا، علاش لا. وغادا نضيف ربع ملعقه من بيكربونات الصوديوم. البنات اللي غيقولوا لي لا راه خايبوا هذه، غنقول لكم انا نصحني به طبيب ديال الاسنان. بيكربونات الصوديوم نصحني به طبيب الاسنان، اكثر من هكا ما كاينش. راه بيشهد عليا انه نصحني طبيب الاسنان بهذا بيكربونات الصوديوم، ولو انني انا كنت كنستعمله ديجا ومره في الاسبوع ضروري كنت كنغسل به السنان ديالي. المهم هنايا ضفت واحد ربع ملعقه من بيكربونات الصوديوم. نخلطهم بحال هكا مع بعضياتهم كما تتشوفوا بحال هكا. وغادا نضيف معجون الاسنان ديالي اللي تنستعمل، يعني اي معجون ديال الاسنان نتوما كتستعملوا ديروا اي نوع. انا غادا نضيف اللي عندي يعني اللي كنستعمل به، اللي كنستعملو دائما هكا الكميه اللي غادا تكفاكم اللي غتستعملوا يعني نتوما صافي. وغنحرك المكونات بحال هكا. روعه البنات، السنان ديالكم رجعوا بيضين. قلت لكم ريحه الفم ما تبقاش. اللي عنده حتى المشكل ديال اللثه راه تعالجوا ليها. النعناع راه زوين، كيعطي واحد الرائحه زكيه بزاف للفم، كيبيض الاسنان مع البيكربونات الصوديوم مع زيت الزيتون. ما كان زيت الزيتون البنات ديروا زيت جوز الهند. هاد الوصفه هذه يعني وهاد الكميه هذه استعملوها مره في الاسبوع. الا عنده السنان صفرين بزاف بزاف، يعني سنانكم مضطرين بزاف، ديروها 2 المرات في الاسبوع. ما عندكمش مناش تخافوا منها، ولا شاطت لكم خلوها في الثلاجه حتى المره الثانيه. المهم استعملوها من مره حتى المرتين في الاسبوع. غتجيبوا شيتات الاسنان ديالكم غديروها هنا بحال هكا وتبداو تحكوا السنان ديالكم عادي عادي، وشلوا فمكم واجوا ردوا عليا الخبر. طريقه روعه روعه بزاف بزاف، غتغنيكم البنات على يعني على صراحه لان غالي تبييض الاسنان وداك الشيء. المهم بالنسبه لي انا كنحاول نعطيكم مكونات بسيطه والنتيجه تكون روعه. استعملوها وردوا عليا الخبر. نتمنى اللي استعملتها تردوا عليا الخبر، راها واعره راها زوينه بزاف بزاف بزاف. نتمنىكم ديروها. هذه كانت الوصفه ديال اليوم. مع السلامه ودوزوا بخير.